بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناة المطبخ لعبتي. هنعمل النهاردة مع بعض وصفة حلوة صيف وشتاء، ومفيدة وكلنا بنحبها، الصغيرين والكبار بيحبوها. هنعمل رز بلبن، بس هنعمل فيه حاجات مختلفة شوية عن المعتاد. دايما اللي بيدوق الرز بلبن يقول لي انت عاملة ازاي الوصفة. آه فانا هنزل معاكم. دي كانت الفيديو ده كان تاني يوم بعد ما قعد في التلاجة. فكان بالشكل ده. ندخل بقى على المكونات. كوباية كوباية رز بتاعنا العادي، مغسول وما ننقعوش، نغسله ونحطه على طول على النار ونحط عليه المية، والمية كتير، يعني نحط 3 أضعاف مية، ونحط سنة ملح صغيرة اللي احنا بنحطها في أي حلويات. نحط سنة ملح على الرز، ذرة صغيرة متبانش. كوباية الرز هيتحط عليها 2 كيلو لبن، كيسين لبن، يعني كيسين لبن اللي هو اللبن السايب اللي بيجي من عند البقال عادي. اللبن وشه مش هيبقى مغلي، احنا هنغليه وبعدين ننزل الرز عليه. فاحنا هنحط الرز على النار يغلي ويتشرب المية، يتشرب المية كلها. انا عايزاه يبقى مستوي جدا بس مش معجن، عايزاه يشرب المية كلها. ولو شرب المية وحسيت ان هو محتاج مية كمان هحطله، بحيث ان انا عايزاه يبقى الحباية مستوية جدا وفي نفس الوقت مش معجن. ندخل بقى نحط اللبن على النار، نسيب الكيسين اللبن يغلوا في حلة، بس تكون الحلة كبيرة شوية لان دي اللي احنا هنكمل فيها الوصفة. هنحط اللبن ونولع عليه ونسيبه يغلي براحته، وهو لسه ما اتغلاش قبل كده، ومش وكامل الدسم، يعني مش واخدين وش ولا حاجة. احنا فضيتهم الكيس على الحل على طول. ده الرز بيغلي اهو. وكل شوية بقلبه عشان ما يلدعش من تحت، ما يتحرقش من تحت. كل شوية اقلبه واشوفه استوى ولا لا. انا عايزاه مستوي كويس جدا. لما اللبن يغلي بنضيف عليه لحد ما الرز يوصل للمرحلة اللي احنا عايزينها. المرحلة اللي احنا عايزينها ان الرزاية مستوية كويس. آه ولما الرز يستوي كويس نشوفه هنا كده تقريبا بدأ يشرب المية كلها ومستوي حلو، والحمد لله من تحت ما اتحرقش ولا حاجة، كويس يعني. احنا مش عايزين يتحرق اي حاجة، تتحرق في الوصفة دي تخلي ريحتها وحشة، تخلي ريحة الاكل مش حلوة. آه فهي اهم حاجة في الوصفة ان احنا نقلب كل شوية، نقلب كل شوية. اللبن هنا المغلي المفروض هننزل عليه بقى بنص كمية الرز اللي احنا طبخناها قوي. تستوي جدا اهو، بس مش معجن، مش لازق في بعضه، مش كتلة واحدة يعني. بس هنحط بقى نص كمية الرز على اللبن. احنا كده دلوقتي مفيش قدامنا غير اللبن والرز اللي احنا سويناه في مية بسنة ملح. يعني نحط نص كمية الرز دي مع اللبن ونحطها على النار. طبعا هنقلب كويس، مش هنبطل تقليب طول ما الحاجة على النار، مش هنبطل تقليب ابدا. بس كده انا حطيت نص كمية الرز في اللبن وبقلب كل شوية اقلب. هنضيف بقى نص الرز التاني هنحطه في الخلاط. هنحط الاول كوباية ونص لبن، بس مش لبن من السخن، هنحط لبن ساقع. كوباية ونص غير الاتنين كيس، غير الاتنين كيلو. هنحط كوباية ونص لبن وكوباية ونص سكر. كوباية ونص سكر عليهم كوباية ونص لبن. كوباية ونص لبن اهو. هنحط 4 معالق 4 معالق نشا. 4 معالق نشا مش هيبقوا قليلين ان شاء الله، احنا مش عايزينه برضو يبقى ماسك قوي في الاخر، لان هي الرز هنضرب شوية رز تانيين فيبقوا حلوين. دول 4 معالق نشا، ودول 4 معالق كريم شانتيه. ده اللي بقى بيخليه كريمة، غير الحركة اللي احنا بنعملها في الخلاط دي. الكريمة بتساعد ان بيبقى كريمة فعلا، تحس ان انت بتاكلي اصلا حاجة حلويات، مش رز عادي، مش رز بلبن عادي، بيبقى طعمه مختلف جدا.
4 معالق كريمة، وممكن نحط معلقتين قشطة أو قشطة معلبة أو وش اللبن. أنا هاحط هنا وش اللبن، حاطة معلقتين وش لبن. نضربهم كويس. لسه هنحط نص الرز اللي احنا ما حطيناهوش، احنا حطينا الرز على اللبن، النص التاني هنحطه في الخلاط هنا، ونضربه كويس لحد ما يبقى حلو، مضروب حلو كده، والسكر داب والرز داب. احنا عايزين الرز يدوب جدا، فاحنا هندوبه في الخلاط، هيبقى اللي هو مش باين اصلا، مش باين ان فيه رز. نضربه كويس لحد ما السكر يدوب والرز يتخلط كويس. وبعدين نعمل فيه إيه بقى؟ احنا كده كده حاطين الرز واللبن على النار، هنضيف بقى المكون ده على النار مع التقليب بقى. ما قلناش نبطل تقليب خالص، نفضل نقلب لحد ما خلاص نقول خلاص احنا طفينا النار. ده الخليط بقى شكله عامل كده. ننزل بيه سرسوب على اللبن والرز. اللبن ده فيه نص الرز، هننزل بالسرسوب ده واحنا بنقلب، ولازم نقلب، لو مقلبناش هتكتل في جنب وهتبقى مش حلو، مش هتفك بسهولة. فاللي هو احنا بنقلب، نحط كل الكمية بس واحدة واحدة، يعني بسرسوب صغير نازل، ونفضل ندوب لحد ما يغلي كذا كذا مرة، يعني نتأكد ان هو غلى كويس. ما ننسى خلاص احنا مش هنبطل تقليب بقى لحد النهاية، نتأكد ان هو غلى كويس. احنا حاطين لبن بارد وبقية المكونات التانية كلها بارد، فهنقعد ندوب نقلب نقلب لحد حتى لو في شوية سكر ما دابوش في الخلاط يدوبوا بقى من حرارة اللبن السخن اللي احنا حاطين عليه الحاجة. هندوب كويس جدا لحد ما نحس ان الخليط بقى حلو، قوامه حلو، وكل حاجة غلت، كل مكان في الحلة غلي، لأن ممكن الحلة تغلي من جنب وما تغليش من الجنب التاني. احنا بنقلب بقى عشان ايه؟ مفيش حاجة تلدع من تحت، لأن لو في المرحلة دي اتلدع هيبقى ريحته كله شياط، مش هيبقى حلو. مهما تحطي فانيليا أو مهما تحطي معطرات مش هيروح خلاص، هو هيبقى مش حلو. ولا فانيليا ولا قصنص حليب ولا أي حاجة هتحوش الريحة. فاللي هو ايه، هنفضل نقلب لحد عشان مفيش أي حاجة تقف تحت، ويغلي كويس جدا. يغلي كويس جدا جدا، لان النشا لازم تستوي، لو النشا ما استوتش بتحس ان طعمه مش حلو. وانا لسه لحد الان ما حطيتش فانيليا، انا بحط الفانيليا في الاخر. لو الفانيليا بودر بحطها في الاخر عشان هي ريحتها ايه تفضل موجوده. لو الفانيليا سايله بحطها في الاخر خالص، عشان لو حطيتها من الاول بتدي لذعه. فهي كده كل المكونات اتحطت ما عدا الفانيليا بس، فانا هحط فانيليا سايله، عشان كده هحطها في الاخر مش هحطها في الاول، عشان ما تديش لذعة كده، تبقى تدي لذعة. هنفضل ندوب لحد الآخر. وبرضو احنا بندوب برضو عشان هي ما تتكتلش، وعشان ما تتحرقش، وعشان لو في سكر ما دابش في الخلاط يدوب في التقليب بتاعنا ده. اللي هيعمل الوصفة دي هتعجبه جدا، هتبقى احسن من اي مرة عمل فيها رز بلبن. يعني انا كنت بعمل بالطريقة العادية اللي هو رز بلبن واحط عليه النشا وكده، لما اتعلمت الطريقة دي بقى ما شاء الله، يعني بقى الرز اللبن بتاعي مميز. يا ريت اللي يشوف الفيديو وما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس. يا ريت اللي له صحاب ما اشتركوش يخلوهم يشتركوا عشان القناة تتشاف. طب مش محتاجين كلام، هو بس أنا بقلب بس، مش بعمل حاجة هتتشرح يعني.
كل شوية القوام بيتقل شوية، بس برضه يعني هو فيه أصلًا حبّات رُز باينة بس مستوية، يعني مستوية أوي، اللي هو أنتِ أصلًا لو ضغطتِ عليها بصابعِك كده هتلاقيها مستوية جدًا، باينة والقوام كريمي وما شاء الله بقى حلو مش هينشف، يعني أنا عايزة أقول مثلًا لو بات في التلاجة لتاني يوم أو لتالت يوم ما بتلاقيهوش مثلًا شقّق، ما بيشقّقش، ما بيسيبش جنب الطبق، بيفضل زي ما هو كريمي، طالما الطبق زي ما هو بيفضل كريمي وحلو زي كإنه لسه معمول، هو الوش بس بيكرمش شوية ودي بيشوفوها علامة من علامات نجاح الرز بلبن، إن هو أمّا يبات تاني يوم وشه يكرمش شوية، إنما لو شقّق أو تاني يوم ساب طرف الطبق أو كده سواء في التلاجة أو برّه التلاجة، يبقى هو كده إيه، أنتِ منشّفاه أوي، مزوّدة النشا اللي هو في الرز، يا إمّا مزوّدة كمية النشا البودرة اللي أنتِ حاطّاها، فهو كده النشا مش كتير وإحنا قلّلنا النشا أوي عشان إيه، أنا هاضرب أصلًا الرز، فالرز هيبقى برضه نشا، يعني الرز أصلًا فيه نشا عالية أوي فهو آآ هيمسك برضه معايا، فما ينفعش أزوّد النشا التانية عن كده. ما ينفعش أزوّد أكتر من 4 معالق، الوصفة دي كويسة جدًا، وممكن تقلّلي على فكرة وما تخافيش ومش هتبوظ، بس جرّبي 4 معالق. أنا باقلّب كده عشان كلّه يغلي وكلّه يستوي في بعضه، عشان طعم النشا لو ما استواش ما بيبقاش طعمها حلو، فاللي هو تبقى مستوية كويس وطعمها حلو، فكده ما شاء الله يعني شكله أصلًا في الحلة ما شاء الله يعني، يفتح النِفس. إن شاء الله. بيبقبق من كل مكان أصلًا أهو. أحط بقى نقطة الفانيليا وأطفّي النار على طول، أقلّبها وأقوم مطفية النار على طول، دي فانيليا سايلة، قُلنا لو اتحطّنا من بدري شوية هتدّي لذعة، تدّي لذعة في آخر الأكل، فإحنا بنحطّها في الآخر خالص، لو فانيليا بودر ممكن تحطّها في الأول، بس هي الأفضل إن أنت تحطّها في الآخر عشان في آخر أي وصفة على فكرة، عشان ريحتها بتتبخّر، ريحة الفانيليا البودرة بتتبخّر، لكن ريحة الفانيليا السايلة قوية شوية وبرضه ما بنحطّهاش في الأول بنسيبها للآخر، بس أنا كده قلبت كويس وطفيت خلاص، بس ما عادش غير الغرف بقى والتقديم. بسم الله، نبدأ نغرف بقى. ده قوامه حلو جدا ومثالي جدا وممكن يبقى أخف من كده مش هيبقى وحش، يعني لو أخف من كده برضه هيبقى كويس وجميل. إن شاء الله يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون أي وصفة بنزلها بتعجبكم أو يكون حد بينفذها أو يكون حد بيستفيد مني بأي معلومة، وياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، ولو حد عنده نصيحة ما يبخلش بيها عليا، ولو حد عنده طلب ما يتأخرش ولا يتردد إن هو يطلبه مني. المفروض بقى إحنا هنزينها بجوز هند مبشور وشوية زبيب، ممكن مكسرات لو متاح، أي حاجة، وممكن ما يتزوقش خالص على فكرة. المرة الجاية لما أجي أعمل رز بلبن المرة الجاية هعمله لكم في الفرن إن شاء الله، تبقى طريقته برضو حلوة جدا وخصوصا في الشتاء. متنسوش تتفرجوا على بقية الفيديوهات اللي نازلة على القناة، وإن شاء الله كل حاجة أنا بعملها تعجبكم.
بصوا بقى انا خلصت كل الكميه، بوريكم ان اخر الحله مش محروق ولا ملدوق ولا اي حاجه، مش عشان الحله ما بتلزقش، لا عشان انا قلبت كتير جدا فوق ما تتخيلوا. فده ارضيه الحله. بألف هنا.